الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. إذا معكم دائما أسير حرب سابق عند جبهة الارتزاق سامر عبد الله ضابط صف القوات المسلحة الملكية. تأثرت عام شهر 3 1980 وكان الأسر لأن كانت هناك حرب طاحنة وكنا هناك من أجل تطهير صحرائنا من المرتزقة. هذا هو الهدف، لأن الجميع يعلم حالا ما بكري ما نعرفوا. هنا انا كنهضر مع ولاد المسيره، خصهم ولاد المسيره الخضراء خصهم يعرفوا هذا المشكل ديال الصحراء المغربيه. كانت الجزائر بقياده بوخروبه وايضا المقبول القذافي داروا مشكل للمغرب باش يحرموه من الصحراء ديالو، وحنا كجنود لبينا النداء الملكي باش نمشيو نحرروا الصحراء ديالنا. مشينا هبطنا الصحراء في 79 عام 1979. كانت عمليات، كان راتيساج، كان بزاف ديال الحوايج. طحنا في واحد العمليه كبيره من اجل تحرير الزاك، وبالضبط في شهر 3 نهايه شهر 2 بدايه شهر 3 عام 1980. الزاك كانت محاصره من طرف المرتزقه ديال الجزائر والخبراء الفيتناميين والفنزويليين والليبيين، ضباط ليبيين وايضا الجزائريين وحتى السوريين. مهم تعطات الاوامر، مشينا باش نحرروا الزاك. كان صعيب باش تحررها لان ما يمكنش واحد في بوزيسيون ستاتيك، اللي كان العدد ديال المرتزقه كبير بزاف بواحد العدد جد متطور اللي غادي نهضر عليه. وحنا اللي كنا ابين كيف كنقولوا يلاه عندنا ديك الساعه الفالماط ولا الكلاش من بعد ما كانت سابقها الماس 36، وما كانش عندنا لورك دو سالين باش نتفاهموا مزيان. وهذا هو اللي كان عائق باش ندخلوا في اسرع وقت للزاك، لانه ما كانوا كيف كنقولوا بالفرنسيه سابروي، كان عندهم بزاف هذا الماتيريال هذا اللي هو جد متطور، وكان كل شيء كيتمول من طرف القذافي. اذا استمرنا في العمليه. كان الحرب طاحن بدات في 27 يوم 27 في شهر 2 عام 1980 و28 شهر 2 عام 1980، ودامت الحرب 17 يوم. انا تسحبني غير 11 يوم لان تأثرت في النهار الخامس السادس، ولكن من تأثروا الأسرى قال لك اودي راه دامت 17 يوم. آخر أسير قال لك دامت المعركة 17 يوم. وقلنا لهم كيفاش الزاك؟ قال لك الزاك حررت من الأبطال المغاربة وعلى رأسهم الكولونيل عبد السلام العبيدي. مهم تأثرنا في هاد الظروف اللي قلت لكم في الورك زيز. وأول أونكات كانت عندنا في التيران كانت من طرف الجزائريين، ضباط المخابرات الجزائريين. كانوا ناس تما عرفناهم شكون، ولكن ماشي مغاربه، ماشي صحراوه، ماشي انفصاليين، ماشي جزائريين، انما كان عبد العزيز المراكشي لانه هو كان الامين العام ديال الجبهه، وكان مع ابراهيم الرخيص كان ديك الساعه وزير الدفاع ديال المرتزقه. من تما بدات لونكيت، عراونا، حيدوا لنا الصبابط، كتفونا. بون غادي نقول لكم الضرب والدفال على الوجه، وهذا من طرف الركول وهذا والكابل والتكتاف. راه الا جيت نهضر ما غاديش نوقف. داونا لتندوف اول واحد غادي يدير لنا لونكيت هم الضباط الكبار ديال الجزائر، على راسهم اللي راه دابا جنرال الكولونيل نزار. كانوا كيديونا 3 4 5 2. داوني انا والسيرجون شاف الحمايه والميولود، واحد من لي زونسيا ولد بني ملال، وتحيه لهذا الانسان الا كان حي والى مات الله يرحمه برحمه الله. داونا بزوج حفيانين اللي دانا لعندو راه هنا في المغرب. ان الوطن غفور رحيم. فيليبي سميتو الفيليبي، هذا اسم مستعار، راه كيسكن دابا في سلا بالفيلا ديالو بالطوموبيل ديالو. بدانا في لوندروفير، دخلونا لداخل في واحد الحفره، واحد السوتيران، ولكن ديك السوتيران مبنيه بحال القصر. اول واحد اللي غادي نشوفوه وهو عمر حضرامي، كان مدير الامن. راه هنا ان الوطن غفور رحيم. درنا واحد لابتي طونكيت، ومن بعد دخلنا لواحد واحد الصاله كبيره مفرشه مزيان، فيها على اليمين من دخلنا حنايا كاين الضباط الجزائريين، على اليسار الضباط الليبيين، اون فاس الكولونيل نزار باش غادي نعرفوه من بعد لانه هو كيهضر بغا. ومن بعد غادي نشوفوا تصاور من طلنا في الحبس وعرفنا باللي هو، وحاطين لهم الماء سعيده. درنا لونكيت. هذا ابراهيم الرخيص اللي دابا راه رئيس ديال الامين العام ديال البوليزاريو، وهذه شهاده انا كنقولها لان الله عز وجل فوق الجميع. من دخلنا حنا بزوج، انا كانت العين ديالي مضروبه والشاف ميلو حتى هو كان مضروب لان تكرفسوا علينا بزاف. ريحنا على ديك الزربيه مربعين اون فاس الكولونيل نزار. ابراهيم الرخيص هذا جا يحبو، والله الا جا اكروبي حتى لعند نزار، وقال له مون كولونيل هذاك سي تان جون، لان حنا داروا لنا لونكيت
ما داو منا والو، قالوا راه ما عرف والو على حرب الصحراء وهذاك لاسيان على الحماوي ميلود، لان هذاك كلاس الخمسينات. قال له هذاك راه شارك في الحرب ديال 63. ويهضر معايا نزار، قال لي سميتك؟ قلت له سامر عبد الله. قال لي القراد ديالك؟ قلت له ضابط صف. قال له انت سميتك؟ قال له الحماوي ميلود. قال له القراد ديالك؟ قال له راقب اول. قال لي انت هذاك لو جون وقتاش دخلت للارمي؟ قلت له في 75. قال لي انت عارف باللي هذا نزار، انت عارف باللي حرب كاينه في الصحراء وجاي داخل الصحراء؟ قلت له ودي انا درت مدرسه عسكريه، دخلت للارمي وقلت له حنا في الداخل كاع ما عارفين واش كاين شي حرب، فعلا ديك الساعه حنا ما عارفين باللي كاين مناوشات. قال لي واش كتقولوا تما؟ كتقولوا مرتزقه؟ قال لي واه. قال لي في التيران شكون اللي لقيت كنشوف هنا بحال الا تبلوكيت شي شويه، لان هو طلب مني الحقيقه. قلت له كاين ناس جزائريين وكاين ناس اللي هما صحراوه مع هذا، انا ما عرفتوش، ابراهيم غالي كان وزير الدفاع، وكاين عبد العزيز. قال له شكون اللي قال لك هذوك جزائريين؟ قلت له انا كنسكن في وجده في الحدود، وتقريبا الكلام ديالنا وديالكم بحال، وانا كنت كنهضر مع بنيتي ماشي زعما طلق مني انا، شد في الحماوي الميلود. قال له انت وقتاش دخلت للارمي؟ نقول لك يمكن قال له في 57 ولا مع 58. قال له شارك في الحرب ديال 63؟ قال له شاركت فيها. واه. قال له دفعك الملك للموت دابا باش تموت؟ قال له انا عسكري، هذه هي الاوامر، هادشي اللي قالنا النزار. قال لهم ديوهم. هذيك ديوهم كان فيها بزاف، لان خرجونا ولكن تكرفسوا علينا واحد السيمانه كلها عذاب. ردونا فين؟ ردونا مع الاسرى القدام اللي تشدوا في 76 77 78. ما كنا في واحد العالم اللي غريب، لان ماشي ما مولفينش بصراحه، ما مولفينش. والملاحظات اللي نقدر انا نلاحظ اليبوك في ذاك الوقت، لارمي ديال ذاك الوقت ماشي ديال دابا، نخليو لي زونسيان نهضروا غير لي جون. لارمي ديالنا ما كانتش موتيفي، باش نكونوا واقعيين ما كانوش موتيفي ديتو. شد لبسوا التريد دفعوا للصحراء، وهذا خطا كبير. الناس الاغلبيه ماتت ما عرفاش فين غاديه. اما الان الحمد لله ربما كانت هذيك السياسه، لان اللي مات واللي يتفورما يعني سير لي تاني يتفورما، واللي يشد لا روتريت. المهم دوك الناس اللي كنا عندهم، كنا عند جزائري عند البوليزاريو انفصاليين، وكنا عند عالم ما عنده حتى علاقه مع هذا العالم، لان جينا نتكلموا على العذاب وجينا نتكلموا على الساكنه ديال المخيمات. حنايا كنا كنبنيو القيات اللمن، كانوا كيجيو من ليبيا، كنا كنبنيوهم للموريتان، كنا كنبنيوهم للموريتانيين اللي كانوا كيجيو من موريتانيا في عهد ولد هيد الله، نهار بدا انقلاب على المختار ولد داده، او لا على الانفصاليين اللي هما مخطوفين، او لا حتى على المغربيات اللي تخطفوا من الداخل في المسيره. وهذا الشيء اللي كنقول انايا راه بطول المده اللي دوزنا تما تعرفنا مزيان. من بعد عرفنا بان كل شيء مغلوب على امره، من بعد عرفنا بان المشكل مصطنع، من بعد عرفنا باللي حتى القاده ديال البوليزاريو كلهم مغاربه قراو في الرباط، من الشاهد الوالي ديالهم حتى ابراهيم قريقاو خو بيد الله الشيخ بيد الله، حتى العمر حضرامي، حتى نقدر نذكر القاده كاملين. وخير دليل ان الوطن غفور رحيم. راه ما يمكن واحد كان تما من الناس اللي كانت كتشهد بهم الجزائر وكانوا كيتفاوضوا مع المغرب في جنيف، في روما، في الامم المتحده. عمر حضرمي مثلا على سبيل المثال على جمهوريه وهميه، في الاخر يهرب يجي للمغرب، اذا انه مغربي. بلا ما نهضروا على ابراهيم حكيم اللي كان سفير وكان وزير الخارجيه ديال البوليزاريو راه في المغرب. هذا خير دليل بان المشكل مشكل مصطنع، وحنا كاسرى بغاو باش يقلبوا لنا العقليه ديالنا باش نكونوا ضد بلادنا. هذا مستحيل لان حنا مغاربه. واللي اثر عليا انا بزاف، انا كنهضر غير باختصار، هما العذاب. راه ما يقدرش الانسان يعاود. اختصرنا شويه انواع تاع العذاب، شويه انواع العذاب يكتفك مثلا من يديك ورجليك ويجروك بلوندروفير. انواع العذاب قتلوا اليوتنوزين على لقوه، وهذا القصه انا عاودتها بزاف. انواع العذاب 16 ساعه على 24 اعمال شاقه. انواع العذاب كيعطيونا الماكله في البرويطه بالماء مر. تصور انت يهز لك باله ديال المارو ديال الروز، هما يقولوا له مارو، ويحطوا لك فاش في التفصيل. كي داير هذا التفصيل من البارشوك ديال لاندروفير، وحنا اللي صاوبناهم سينو حفره ودير ميكا وكب فيها وكول. القمل معاشر معانا، الوسخ معاشر معانا، الماء ما كاينش، تهز عينك وهاي لاش تخرص نباطح. ساكنين في الحفاري، علقوا ناس، جيفوا ناس. ولا غادي نقول لكم مثلا غير الصحراوه ديالنا اللي كانوا معنا في القوات المسلحه الملكيه، من الرقيبات، من التكنام اللي كانوا من نقول من العيون من الداخله، كانوا اسرى تشدوا حتى هما من الوحدات ديال يدا، الكولونيل يدا.
وديال مولاي، هادو راه معروفين قاده ديال البوليس ديالنا حنايا اللي هما كيقولوا بوليس قاده الصحراء والمغاربه اللي عندنا في الداخل، تشدوا اسرى معانا. تصور انت من يعيط لهم مثلا، يعيطوا هادشي اللي كنقول لكم انا حاضر لهم ما سمعتوش، يعيطوا لهم ويقول لهم يحرقوكم الاداره ديال البوليساريو، وهادشي راه بالحضور ديال عمر حضرامي اللي راه هنا، ويعيطوا للجنود ديالنا اللي هما صحراوه يقولوا يحرق بوك علي سالم ولا يحرق بوك النجم، انت يا صحراوي والمغرب والملك ضحك عليكم ودفعكم من الموت، واهلكم هما هنا في المخيمات، عودوا نطلصوا عودوا معنا في المخيمات ولا نشدوا الاستقلال. تعرفوا اش كيقولوا لهم هذوك الاسرى ديالنا حنايا الصحراوه؟ وتحيه من هذا المنبر لهذوك الناس، كيقولوا يا محمد بامباري ولا يا عمر حضرامي ولا حنا حق والله مغاربه صحراوه حق والله يا غير مغاربه. انا ما تقد صح انا عندي خط ولا بستريه ديال المغرب وتشديت اسير ونعود معكم غادي نكون خائن للوطن، غير هذه كافيه. هذا نداء كنوجدوا للقاده ديالنا في ليطا ماجور الدفاع. شوفوا دوك الناس ديالنا ديال الاسرى اللي راهم في الجنوب قاسوا اكثر من اللي قاسينا حنايا. غادي نقول لكم واحد سميتو المديسم مبارك، على سميناه المديسم، كانوا كيعيطوا له هو ولد قلميم ويضحكوا عليه ويحطوا في وسطهم ويكبوا عليه ليدام ويكبوا عليه الاقامه ديال اتاي، لان ما بغاش يرجع في الصفوف ديال البوليساريو. ولكن هنا عاوتاني كنوجه واحد النداء للقاده المسؤولين، ان الوطن غفور رحيم على الراس والعين، لانهم مغاربه ضالين وجاوا الامر الواقع ورجعوا للوطن. تصور انت حنا مازال حنا ولاد الداخل بعاد على العيون وعلى الداخله وعلى قلميم وعلى طنطان وعلى هادو الاسرى ديالنا ديال الجنوب. تصور انت واحد كان اسير، كان سيرجون ولا عسكري ولا اجين ولا اجيدون شاف من الاسرى ديالنا وطلق الله السراح ديالو اللي ما بغاش يرجع مع البوليساريو، وسكن في دار كراها ولا بناها، ويسكن حداه واحد ان الوطن غفور رحيم. هذاك ان الوطن غفور رحيم عوضته الدوله بداك الشيء اللي بغا، وظيف سياره دار والملايين 100 مليون الفوق. وهذاك الاسير حتى ولا كيقول له الولد يقول لباه بوي حرق بوك يا بويا، انت ياك عاد كنت اسير ليه، وهذا اللي حداك ياك كان خائن، وعلاش هو معود وساكن وعايش زين مونك ومبرع وانت على ما تعطيك الدوله؟ فين غادي يرد الانسان راسه من يسمع هذا الكلام من ولده؟ ما عرفناش الخائن من المخلص، ويبقى دائما للحديث بقيه. رسالة بغيت توجهها للكبرانات ديال الجزائر. كبرانات المرادية شين الريحة، كنت أسيرا عند المغاربة لولا حسني مبارك ربما لو كرك حتى نتايا دوز في الرباط ما تيسارة. ما تنساش يا شين الريحة باللي هادشي اللي كدير انتقام منك انت للمغاربة، ولكن راك كتعدى على الشعب الجزائري. ما تنساش باللي الأموال الطائلة بالملايين الدولارات اللي كتشري بها الدمام باش يعترفوا بواحد الكيان وهمي انقلب السحر على الساحر. المغرب غادي خطوه وحده. علاش؟ الدبلوماسيه هادئه، رابح. اما انتم ها جنوب افريقيا هاك 100 مليون، مونديلا الحفيد ديال مونديلا هاك واحد 100 مليون دولار، غير قول بان الصحراء الغربيه. نسيتم بان جمهوريه القبائل الامازيغيه توجد في شمال شرق الجزائر، ولكن المغرب ما كيبغيش الفتنه. عمر هلال تكلم مره واحده قلب لكم المسار على القبائل، ووجه نداء للكبرانات، ووجه نداء للشعب الجزائري: إن أردتم أن تكون هناك خوا فنظامكم نظام فاسد، نظامكم نظام مستفز، نظامكم فيه ناس 75 حتى 90 سنة ما عندهم لا سياسة، ما عندهم. شوفوا غير الوداد البيضاوي غير البارح جا عندكم، حتى اعتقد حتى هادشي ديال الصحافه حيدتوه لهم. علاش؟ خفتوا لا يحرقوا لكم تيزيوزو، او لا باش توهموا المواطن الجزائري. المغرب بقياده الملك محمد السادس نصره الله يمد يده للصلح، علما ان انتم اللي خصكم تمدوا يدكم طرد التعسفي، المسيره السوداء. ورغم ذلك لن تعتذروا ولم تعتذروا. والمغرب دولة صبورة ولكن لها حماتها وحذاري ثم حذاري من غضب الملوك. راه غادي يجي واحد النهار اللي الكبرانات غادي يندموا. ونداء للمواطن الجزائري: راه ما حد الكبرانات عندكم، الطوابير غتبقاو ديروها على الحليب والزيت والخبز كيف شفناو البارح. والمغرب غادي في المشاريع، والمغرب غادي ها هو الملك في الغابون، ها هو في السنغال، وقريبا ان شاء الله الكيان الوهمي سيصبح في خبر كان.
والمغرب دولة امبراطورية عندها 13 قرن ديال الحضارة، ما خصكمش تنساوها. لولا المغرب لما نلتم استقلالكم، علما ان استقلالكم من عند دوغول بتقرير المصير وبالاستفتاء لا اكثر ولا اقل. ولحد الان لا زالت الخيارات ديالكم ديال البترول والغاز كتمشي لفرنسا.